هاي، عاملين ايه؟ بارت 2 من ازاي تحولوا الحاجات القديمه لجديده. انا كان عندي المرايه دي ما كنتش بعمل بيها اي حاجه، فبالصدفه كده شفت على بنترست الاشكال دي، حسيتها كرييتيف قوي وشكلها حلو، فتعالوا نجربها مع بعض. جبت بقى الصلصال ده، بس اخترت النوع ده بالذات علشان هو سبونج كده وهينشف معايا بسرعه. بعد كده اخترت اللونين دول عشان كنت عايزه اعمل شكل اناناس، ودخلتهم في بعض وعملت خطوط كده بالسكينه وعملت وشه. وبعد كده عملت برضو دوناتس، وكنت عايزه اعمل صوص ابيض كده وخلصته. وعملت بقى توست كده عليه بيضه، كان شكله كيوت قوي بجد. جبت بقى لونين مختلفين من الاخضر، وعملت واحده صغيره وواحده كبيره وحطيتهم فوق بعض، وعملت شكل كده كوره اللي هي البذره بتاعه الافوكادو. وبعد كده برضو رحت عملت بطاطس ماك، وحاولت اعمل الام كده، باظت مني شويه. بعد كده بقى كنت عايزه اعمل شكل بوبا تي، حطيت شويه كور سودا تحت، وكان ده شكلها في الاخر. حاولت بقى اعمل اشكال تانية، يعني عملت شكل البيضه دي كان شكلها كيوت قوي بجد. وكنت بقى عايزه احاول اعمل دوره كده، حطيت لون اصفر في النص وبدات اقفلها عشان اكنها الورقه بتاعه الدوره دي، وقعدت اعمل زجاجيج كده اكنها دوره. وحاولت برضو اعمل ايس كريم، وبدات اعمل البسكوت بتاعه. وعملت بقى اشكال كتيره للورد، وبعد كده عملت نحله وكيوي وبرجر والسويتس دي. ودي الاشكال في الاخر بجد شكلهم كيوت قوي. بدات بقى الزق واحد واحد، وما كانوش ثابتين قوي، بس قعدت ادوس عليهم لحد ما سبته كلهم. ودي شكل المرايه في الاخر، بجد ما كنتش متوقعه تطلع بالحلاوه دي، شكلها كيوت وتستاهل التعب ده كله. وبس كده، اكتبولي في الكومنت ايه رايكم في شكلها، وهشوفكم في فيديو جديد من ازاي تحولوا الحاجات القديمه لجديده. باي باي.